تأملات في مناظرة الخليفة المهدي مع البطريرك طيماطيوس بطريرك كنيسة المشرق في القرن السابع من العصر العباسي. اسم الموضوع: يسوع المسيح رئيسنا ومعلمنا، الباب الرابع. الخليفة: من هو رئيسك ومعلمك؟ الجاثوليق: أنه يسوع المسيح. الخليفة: هل كان يسوع المسيح مختونا أم لا، أي مختونا باللحم؟ الجاثوليق: نعم. الخليفة: إذا كان رئيسك ومعلمك يسوع المسيح قد اختتن، فيلزمك بالضرورة أن تختتن أنت أيضا. الجاثوليق: يسوع المسيح اختتن واعتمد أيضا، أي المعمودية من يوحنا. يسوع اختتن بعد 8 أيام حسب الناموس، وتعمد بعد أن بلغ 30 من العمر، فأبطل بالمعمودية ناموس الختان، لأن الختان كان رمز للمعمودية التي كان سيعتمد بها المسيح والمسيحيون. فالمسيح قد حفظ وأكمل الناموس كله ليجذب اليهود إلى الخلاص، وأنا لست ملزما بأن أحفظ الناموس إلا الإنجيل، لأجل ذلك أعتمد بالماء والروح القدس مثله، فأبطل بالمعمودية ناموس الختان. أؤمن أن المسيح اعتمد بالضرورة تلزمني بالإعماد، فلذلك أترك الظل والرمز الذي هو الختان باللحم، واتبع النور والحقيقة الذي هو المعمودية بالماء والروح القدس، الذي هو ختان القلب وليس ختان اللحم. الخليفة: ماذا تعني بالرمز الذي قلت عنه؟ الجاثوليق: كانت التوراة بأسرها رمزا للإنجيل، فأبطل بإنجيله التوراة أي الناموس، وذبائح الناموس كانت رمزا ليسوع المسيح المذبوح من أجل خطايا العالم، ثم أبطل بكهنوته الكهنوت الناموسي، وبذبحه الذبائح الحيوانية من الدم، فإن حبرية الناموس كانتا رمزا لكهنوت المسيح وحبريته أي عظامته. الخليفة: كيف أبطل يسوع المسيح الختان؟ الجاثوليق: الختان الجسدي كان رمزا لختان الروح في الضمير والقلب، هكذا أبطل الختان الذي كان يكمل بفعل بشري بختانه الروحي أي المعمودية التي لم تصر بفعل بشري بل بالقوة أي بروح القدس، وليكشف لنا سر الملكوت عن الموت والقيامة من بين الأموات. الخليفة: إذن عيسى أبطل الناموس وجميع أوامرها، فإذا كان عدوا لها مضادا، لأن المضاد تقال عن الأشياء التي تنقض بعضها بعضا، كما أن ضياء النجوم يبطل بنور الشمس، والأفعال الطفولية تبطل بأفعال الرجولية، أي كما كتب الرسول بولس في كورنثوس الأولى الإصحاح 11: والكمال والملكوت الأرضي يبطل بملكوت السماوي، فلا يقال أن الشمس هي مضادة للنجوم، أو الإنسان لذاته، أو ملكوت الله لملكوت البشر. هكذا لما أبطل المسيح الناموس الموسوي بإنجيله، ليس هو مضادا له ولا عدوا للناموس. الخليفة: منذ ولادة عيسى إلى صعوده إلى السماء أين كان يصلي ويسجد؟ أليس في بيت المقدس في أورشليم؟ الجاثوليق: نعم. الخليفة: فلماذا أنت تسجد وتصلي لله نحو الشرق أو المشرق؟ الجاثوليق: أن السجدة الحقيقية التي تصير من البشر لله في ملكوت السماء، كما كتب يوحنا الرسول في الإصحاح 4 من إنجيله، وأن الفردوس هو رمز لملكوت السماء، والحال أن الفردوس كان في المشرق أي فيما بين النهرين العراق. فإذا بالصواب نحن نسجد ونصلي في المشرق، فسجدنا إلى المشرق هو طلبا إلى وطننا السماوي، فإن المسيح هو النور العالم الذي أشرق علينا، وأيضا يكون مجيئه الثاني للدينونة من المشرق أي من الشرق، كما علمنا، من حيث كان الفردوس
الذي كان هو رمزا لملكوت السماء. الخليفة: هل عيسى صلى وسجد؟ الجاثوليق: نعم، يسوع المسيح صلى وسجد. الخليفة: أنت بهذا القول تنكر لاهوت المسيح. إن كان قد صلى وسجد ليس هو بإله، وإن كان إلها فلمن يصلي ولمن يسجد؟ الجاثوليق: بما أنه إله لم يسجد ويصلي، بل له يسجد ويصلى. وبما أنه إنسان سجد وصلى وصام، ليس أنه محتاجا لها، بل ليعلمنا حياة التقوى. وقد بينا أنا فإنه إله كامل وإنسان كامل معا في شخص واحد. هكذا كلمة الله بتجسده صار ذو طبيعتين مميزتين، أحدهما إلهية والأخرى بشرية كما قلنا. مع ذلك لا يزال أن يكون مسيحا وابنا واحدا من أجل وحدانية شخصه. والمجد والعظمة لإلهنا وخالقنا الرب يسوع المسيح، آمين. أخوكم الراهب المشرقي من كنيسة المشرق. صلوا من أجل ضعفاتنا.